جدا. نحن دخلنا فقط إلى أحد أجزاء هذا السجن. هذه ربما تكون جماعية يتم وضع فيها عدد كبير من السجناء، وهنا واضح كيف أن إهمالا واضحا في موضوع النظافة والصحة، وهذه هي الأبواب وإحكام إقفالها بشكل كبير. وحتى هذه يعني الطاقة الصغيرة يعني مدعمة بشكل كبير، لا يوجد هناك أي إمكانية أو احتمالية للسجين أن يحاول أن يفكر في الهرب. وهذا البناء مبني بترسانة خرسانية كبيرة جدا، وهذا هو الطابق الأرضي، ولا نعلم في حال كان هناك أيضا طوابق سفلية أكثر من ذلك. وهذا ما يبحث عنه الناس حاليا، ويبدو بأن ملف سجن صيدنايا سوف يبقى جرحا مفتوحا إلى مدة طويلة إن لم يعرف هؤلاء الأشخاص المحتشدون بالخارج مصير أبنائهم داخل سجن صيدنايا.